السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعين قناة أوبسون أورير. صباح الخير عليكم أو مساء النور حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو دلوقتي. النهاردة جايب شرح للناس اللي مش عارفة تفتح صفحة الراوتر بتاعتهم وبيظهر لهم المشكلة اللي هنشوفها دلوقتي. لو أنا جيت هنا دخلت على جوجل كروم وكتبت موقع الراوتر اللي هو 192.168.1.1 ودوست على انتر عشان اخش. زي ما انت شايف كده بيظهر الرساله اللي انت شايفها ديت اللي هي بتقول this site can't provide secure connection، او معنى صح بيقول لك ان هو مش قادر يعمل اتصال امن بالصفحه ديت. طب دي مشكلتها ايه او ايه سبب المشكله ديت؟ المشكله ديت يعني ظهرت من قريب ومره واحده. فانا دلوقتي عايز افتح الراوتر، عايز اعدل الباسورد بتاع الراوتر، عايز اعمل اي حاجه في اعدادات الراوتر، انا مش عارف افتحه دلوقتي. المشكله ديت بسبب ان التحديثات اللي حصلت، التحديثات الامنيه الجديده اللي حصلت لجوجل كروم. فانت لو انت على اخر اصدار من جوجل كروم هيظهر معاك المشكله ديت. لو انت على اصدار قديم من جوجل كروم هتلاقي الموقع فتح معاك عادي جدا. فدي مشكله تحديث امني. طبعا الوقت الجاي انا مش عايز ارجع لاصدار قديم من جوجل كروم، انا عايز افضل على اخر اصدار. حلها ايه؟ بص يا معلم، اول حاجه هتخش على اللينك اللي انا هسيبه لك في الديسكريبشن ده، هيفتح معاك بالشكل ده. بدايه هتبدا تنزل لتحت كده لو عايز تقرا الحاجات ديت حاجات تانية لو حابب تجربها، بس ايه الافضل يعني ان انت تنزل لتحت كده وهتوصل عند الجزئيه ديت اللي هي في كليك هير هنا وكليك هير هنا. هدوس على اي واحده فيهم، فانا هدوس على اول واحده ديت كده وابتدي احمل البرنامج ده. طب الشرح اللي انا بكلمه هطبقه على الاندرويد واطبقه على البي سي. فخلينا دلوقتي انا بطبق على البي سي. زي ما انت شايف بمجرد ما حملت هدوس هنا احمل البرنامج. البرنامج اللي انا بحمله ده هو براوزر يعني متصفح، بس المتصفح بيدعم اللينك اللي هو بتاع الراوتر. خلينا نشوف بعد ما حملناه. ابتدي افتح المتصفح واسطبه. تمام، زي ما انت شايف كده ابتدي اسطبه وادوس على كلمة انستول. طبعا هنا لو عايز تغير المسار او تعمل حاجة في الاعدادات بتاع المتصفح بتغيرها من هنا، بس انا ادوس انستول على طول. طبعا متصفح خفيف جدا يعني ينفع لكل الاجهزة، سواء كان ويندوز 7 ويندوز 10 ويندوز 11 هيشتغل معاك على كله. تمام، زي ما انت شايف كده هو بيتسطب. طبعا البرنامج ده موجود منه نسخة للاندرويد وموجود نسخة للايفون وموجود نسخة للبي سي، وكمان في نسخة منه لتليفونات النوكيا اللي هي الصغيرة اللي بتفتح نت ديت. تمام، خلينا نشوف دلوقتي كده بعد ما نخلص تسطيب. هوقف الفيديو ارجع لكم. ملحقتش اوقف الفيديو للاسف، هو خلص اصلا. ماشي، هنستنى يفتح معايا. هو برنامج خفيف جدا زي ما بقول لك كده. هنا بيقول لي عايز تخليه ديفولت؟ لا طبعا، عشان انا شغلي الاساسي كله على جوجل كروم، فانا مش عايز ده يبقى المتصفح الاساسي بتاعي. هبتدي اجرب كده المتصفح ده واشوف هيفتح معايا ولا لا. فهكتب 192.168.1.1. زي ما انت شايف كده طالما جاب لي سيرش جوجل فده كده معناه ان انا كتبت حاجه غلط. هبتدي ارجع تاني واكتب تاني كده 192.168.1.1. لو خدت بالك انا كنت كاتب حاجه غلط اللي هي 162 دي انا كاتبها 88 دي كتبت مني بالغلط. تمام، فهبتدي اخش كده. زي ما انت شايف هيظهر معاك المشكله ديت. لو انت محمل متصفح جوجل كروم القديم هتلاقي ظهر معاك الصفحه ديت على طول. يعني اول ما تيجي تخش مش هيظهر معاك الصفحه ديت، مش هيظهر معاك الصفحه ديت، لا هيظهر معاك الصفحه ديت على طول. وطالما جالك الصفحه ديت يبقى انت كده المتصفح بتاعك هيقدر يفتح الموقع عادي جدا. بس هنا بيحذرك بيقول لك ان انت ان الموقع ده ممكن ما يكونش امن. طبعا هو ده مش موقع اصلا، دي حاجه تبع اعدادات الراوتر او صفحه الراوتر عموما. فانت كده كده انت متاكد منها ان هي امنه 100%. تمام. تمام، بعد كده بدوس على كلمة ادفانسد هنا او شو مور على حسب ما هتظهر معاك. هدوس عليها كده وبعد كده هدوس على كلمة بروسيسد تو 192.168. تمام، هدوس عليها كده. زي ما انت شايف صفحة الراوتر فتحت معايا. طب لو انا دلوقتي مش عايز احمل المتصفح ده اعمل ايه؟ في طريقة تانية. في طريقة تانية. ده لسه انا لسه ما دخلتش في طريقة الاندرويد. طريقة الاندرويد هي تحمل نفس المتصفح ده من على جوجل بلاي وهيشتغل معاك. طب في طريقة تانية للبي سي. في طريقة تانية للبي سي، ايه هي؟ طريقة كده لذيذة شوية. لو انت على نظام ويندوز 7 هتبتدي تفتح انترنت اكسبلورر. لو سرشت كده على الانترنت اكسبلورر، هو تقريبا مش موجود عندي في 11، اللي هو متصفح النت القديم اللي بيبقى موجود هنا هتلاقيه متثبت عندك في الويندوز بار اللي تحت ده. هتلاقي فيه اللي هو متصفح النت القديم قوي ده انت لو شغلته وكتبت عليه الموقع هيفتح معاك عادي. مش هيجيب لك اي مشكله. طيب لو انا دلوقتي على ويندوز 10 او ويندوز 11 وعايز افتحه، لو جيت جربت على مايكروسوفت ايدج، تعال ناخد بس اللينك كوبي عشان ما نقعدش نكتبه كل شويه.
كوبي، فتحت على مايكروسوفت ايدج، تمام، ورحت حطيت اللينك كده، تمام، ودوست انتر. زي ما انت شايف قال لك نفس المشكله، ان الكونكشن بتاعك نوت سكيور. حتى لو جيت دوست على الديتيلز هنا هتلاقي مفيش اصلا ان في الزرار اللي هو بيقول لك كونتينيو. تمام. طب هنا في الحاله ديت في طريقه حلوه قوي في البرنامج ده، واللي هو بتاع مايكروسوفت ايدج. في طريقه بتخليك تستخدم الانترنت اكسبلورر القديم على مايكروسوفت ايدج. طب ازاي؟ هتدوس على الثلاث شرط اللي فوق ديت، وبعد كده تخش على السيتنج او الاعدادات، تمام، وبعد كده هتخش على البرايفسي او الخصوصيه، سواء انت كنت مخلي الجهاز عربي او انجليزي. آه... تمام. هو معلش مش هنخش على البرايفسي، هنخش على ديفولت براوزر. تمام، ديفولت براوزر. تمام. وبعد كده هنلاقي عندنا حاجه هنا اسمها allow sites to be reloaded in internet explorer mode. دي معناها ان هو بيقول لك نسمح للمواقع ان هي تستخدم او تعيد استخدامها بالانترنت اكسبلورر بالمتصفح القديم. تمام. ده كده وضع المتصفح القديم، يعني احنا كده محتاجين نشغله. لو هو عندك معمول دونت الاو خليه الاو، ماشي. وبعد كده بنعمل ايه؟ وبعد كده بنروح جايين هنا كده ندوس على كلمه اد عشان نبتدي نضيف الصفحه اللي احنا عايزين نخليها تشتغل على المتصفح القديم. فهاجي مثلا اروح جاي واخد دي كوبي، تمام، واروح حاططها هنا كده اهو، واروح دايس اد. زي ما انت شايف كده اتضاف معايا هنا اهوت. لو خدت بالك، لو رجعنا هنا كده ودوسنا على ريلود هنشوف اللي هيحصل. زي ما انت شايف كده فتح لك بالمتصفح القديم، وهنا خدت شكل المتصفح القديم اهوت اللي هو انترنت اكسبلورر اللي موجود في ويندوز 7. تمام. خلينا نكمل كده ونشوف هنعمل ايه. هنا طبعا مش هتدوس على مور انفورميشن، لو دوست عليها هيظهر لك الصفحه ديت، ولو دوست على كلوز ذيس اب هيقفل لك الصفحه ديت. هنا بيقول لك برده ان الموقع ده مش امن وانت عايز تخش له. فانا هدوس على كلمه مور انفورميشن اهو، وابتدي ادوس على جو اونتو ذا ويب سايت. تمام. وكده هيفتح معاك الصفحه برده عادي جدا او زي ما انت شايف كده. يبقى انت عندك طريقتين للكمبيوتر. الطريقه الاولى لو انت مش عايز تحمل برامج، ان انت تستخدم اما انترنت اكسبلورر واما مايكروسوفت ايدج. تمام. واستخدم الطريقه اللي احنا قلنا عليها ديت، اللي انت تضيف الموقع ده في المواقع اللي هتستخدم المود بتاع انترنت اكسبلورر. وبكده هيشتغل معاك الموقع بتاع الراوتر، وهتفتح عادي، تسجل دخولك باليوزر نيم والباسورد، وهتفتح صفحه الراوتر عادي جدا. تمام. دي كده كانت طريقه البي سي بطريقتين. معاك طريقتين تقدر تستخدم الطريقه اللي انت حاببها. انا بفضل طبعا ان انت تحمل اللي هو اليو سي براوزر ده، هو متصفح كويس جدا وهينفعك حتى في حاجات تانية كتير. خلينا نشوف لو اندرويد نعمل ايه. دلوقتي لو انا بستخدم اندرويد وعايز افتح من عندي، طبعا لو جيت فتحت من على متصفح جوجل كروم مش هيشتغل معاك. طيب الحل ايه؟ الحل اللي انت هتيجي برضو هتروح داخل على السيرش كده، وهتبتدي تكتب كلمة يو سي براوزر. هسيب لكم اللينك بتاعه برضو في الديسكريبشن عشان لو حد حابب يحمله. تمام. زي ما انت شايف كده اهوت، بمجرد ما تدوس انستول وتثبته هيفتح معاك عادي جدا، وتبتدي تفتح الموقع من عليه هيشتغل، وهيبقى ليك يعني دخل ليه كده، خليه عندك على الجهاز، يبقى ده البراوزر بتاعك اللي هو بتفتح منه حاجات الراوتر وتشتغل من عليه. بس كده اكون وصلت لنهايه الفيديو. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. وقبل ما انهي الفيديو ما تنساش، لو انت مش مشترك في القناه تعمل اشتراك، وما تنساش زر اللايك وبس كده خلاص، مفيش حاجه تانية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.